السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسماء نحراوي. إن شاء الله النهاردة هعمل صينية مكرونة بشاميل اللي هي نجرسكو. بص الأول كده أنا آه بحط يعني ايه شوية مذوب دهون أو شوية كرول في الحوض كده، وتغسليه بقى كويس جدا عشان خاطر لما اجي انضف فيه الفراخ يبقى نضيف. انا هغسله بعد برضو، بس انا بحب اغسله كده قبل ايه ما احط فيه اي اكل واي خضار او كده. إيه يبقى نضيف معايا يعني ايه عشان خاطر الاكل ما يتلوثش من حاجه. بس وبتشطفيه كويس، بس مكان الحاجه بقى اللي انت حطيها ان كان كرول او كده او مذوب دهون، يعني ما شاء الله بصي بيخليه بيلمع. وبعدين انت كمان بتغسليه على طول، هو ما شاء الله بيبقى نضيف على طول. وهنغسله ان شاء الله برضو بعد ما اخلص. انا هنا كنت جايبه وراك 3 وراك، وكنت جايبه نص صدر او صدر براحتك حسب الكميه اللي انت عايزه تعملي. بصي هنا بنضف الوراك كده، بشيل اي بقى زيادات الحته اللي جوه ديت. كلها بتتشال، اللي هي شبه الكبده كده. واي بقى ابر اي حاجه بتتشال، وتيجي بقى على الجلد كده تمشي ضوافرك عليه. بيبقى فيه اللي هو مثلا ايه ريش ناعم صغنطط خالص ما بيبانش. انتي بتحسي بيه في ايديك، يعني هو انتي ممكن ما تشوفوش قوي عشان يعني تدوقه كده، بس انتي ايه بتمسكي بايديكي كده بتلاقيه بيطلع. بصي هي ما جاتش بقى تكملة الغسيل اللي في الوراك يعني، بس انا كده نقعتهم بخل وليمون وملح. جيت بقى سلقت المكرونة، وهنا بقى الحلة اللي انا سلقت فيها، بصي ما تبهدليش حاجة، هي نفس الحلة اللي سلقتي فيها هي اللي تعملي فيها البشاميل. انا بعمل بشاميل على البارد. هنا يعني بحط اللبن، نص لبن، وبحط الدقيق بقى حسب ما انا عايزه البشاميل. يعني مش هقولك الدقيق قد ايه، حسب ما انت عايزاه كتير قليل. ممكن بعد ما تخلصي خالص تزودي دقيق تاني. يعني قصدي بعد يعني من الحبه اللي يتفضلوا تحطيهم على الوش، لو حسيتي ان هم قليلين ممكن تزوديهم تاني دقيق عادي. بصي انا حطيت هنا مرقه، وممكن براحتك انا بحس اني مش بتضيف لها حاجه يعني عادي، بس كانت عندي حطيتها. وحطيت شويه فلفل وشويه ملح وبهارات اللي هي ال7 بهارات، مع شويه الدقيق ونص لبن. وبسيب ميه المكرونه بزودها بيها عشان ميه المكرونه بيبقى فيها نشا بيتقل البشاميل. بس كده بحط البهارات وبقلبه كله، ادوبه في بعضه، وبعد كده بحطه على النار بيتقل. انا هنا يعني ايه البشاميل هفضل اقلبه لحد ما يبقى كريمي. لحد ما يبقى كريمي خالص كده. الدقيق بقى براحتك انت حسب ما تبقي ايه. انا بحب فيها البشاميل كتير. إيه بس بعد ما اقرب يعني على الحبه بتوع على الوش دول هحط عليهم بشاميل، هحط عليهم سوري شويه دقيق كمان، واقلبهم على النار وكده. والميه بص انا هنا نسيت ان انا شايله ميه المكرونه وزودت ميه عاديه، بس انتي بقى زودي بميه المكرونه. انا هزود بميه المكرونه برضو بس بعدين بقى. بصي بتزودي بيها حبه حبه، هي عشان فيها نشا وكده إيه يعني بتبقى حلوه. بصي هو بيبقى طعمه يعني هو قصدي بيبقى شكله كريمي كده، لا هو تقيل ولا هو عشان كمان لما بيبرد بيتقل اكتر. وهنا معايا بصلايه بس، مش بالكتر يعني. على قد الكميه اللي انا هعملها. وبعدين انا بحب اعمل في اكبر صينيه عشان خاطر تبقى انا بعمل نص مكرونه. فبعمل بحب سمكها يبقى رفيع، سمك المكرونه يبقى يدوبك من فوق من تحت رفيع جدا. احط هنا قرن فلفل كده حراق او بارد براحتك، وبشوحه كده ايه مع وبصي مش حاطه زيت كتير، انا دوبك الزيت بحط على قد ما بقى يعني بتتقلب معايا، بس انا مش بكتر في الحاجات دي. بصي هنا بقى حطيت الفراخ. ده كان نص صدر غسلته وقطعته الاول، وبعد كده غسلته ونقعته وصفيته. واحط شويه فلفل وبرده ال7 بهارات وبهارات فراخ، وحبه فلفل بصوت. ما تكتريش قصدي الملح في كل حاجه، حبه ملح بصوت ما تكترهمش في كل حاجه عشان خاطر انت في كل حاجه حاطه فيها ملح. المكرونه هي بتتسلق
البشاميل وديت وانت بتشوحي الفراخ، فكل حاجة بتبقى حاطة فيها ملح، فيدوبك حبات كده. انا بس بشوحها كده ان هي لونها يتغير وبطفي عليها. وبصي مش بكترة الزيت، هي اصلا كان يعني هي معلقتين زيت بيقضوا الغرض، يعني مش الحاجات دي مش بالكتر. وانا حطيت لها زي فص توم كده. بس عايزه اقولك ما شاء الله الريحه تحفه والله العظيم. وانا مش مكلفه صينيه المكرونه قوي، لاني بحاول على قد ما اقدر اقتصد جدا في حته الاكل وكده. إيه، انا الاول كنت بكلفها ان انا مثلا اجيب لها بقى ايه، يعني انا عاملاها من غير ولا نقطه جبنه ولا موزاريلا ولا تركي ولا الكلام ده خالص. إيه يعني انا ساعات كنت بجيب حتى لو ب10 جنيه، بس انا حاليا ما كانش عندي حد ان هو يجيب يعني. إيه، فما عملتهاش بيها صراحه. فهنا شوحتها ونقلت البشاميل خلاص طفيت عليه كده و... وهطفي خلاص على المكرونه. بصي حاولي ما تكتريش المكرونه لا فوق ولا تحت، يعني من على الوش والقعر بتاعها ما تكتريش عشان خاطر ما تبقاش تخينه كده، لا خلي المكرونه تبقى طبقه يعني رقيقه كده رفيعه. بصي هو نص مكرونه على نص صدر، البشاميل اللي بقى زي ما تحبي براحتك. ده انا يعتبر كده ومش مكتره بشاميل كمان، انا بكتر اكتر من كده كمان. إيه، بصي هيتفضل بقى حبه بشاميل بساط كده اللي هم المفروض يتحطوا على الوش. انا هزودهم بقى، مش عارفه صورت ولا لا، بس انا هزودهم شويه دقيق واحطهم على النار تاني مع شويه الميه بتوع المكرونه. بصي هي نفس الصينيه اللي عملت فيها يعني ركزي انك ما تبهدليش حواليك ياما، هي اصلا بتبهدل لوحدها، يعني بتبهدلك مواعين يعني ياما. فانت ركزي ان هي نفس الصينيه اللي بتعملي فيها بتشوحي فيها الفراخ، هي نفس الصينيه اللي هتعملي فيها. عشان كده مش بحب اعمل فيها باركس، عشان خاطر بضطر اعمل ايه، باركس بعملها صراحه لو يعني في حد في عزومه بتاع، لكن انا بحب الالمونيا. عندي تيفال برضو بس انا بحب الالمونيا. إيه بس كده، وبتحطي بقى الطبقه التانية من المكرونه. إيه بصي طبقه خفيفه خالص من فوق من تحت مش حاجه يعني. إيه انت بقى تزودي براحتك حسب الكميه، بس انا عاملاها في اكبر صينيه، إيه في اكبر حجم من الصواني يعني. بصي حطيت هنا بقى حبه الدقيق عادي، هي كانت خلاص قربت تبرد يعني، حطيت حبه من الدقيق والحبه من الميه بتاع المكرونه وقلبتهم عادي، هيبقى برضه جميله يعني. ما تلاقيش مش هيبوظ بالطعم ولا اي حاجه، بالعكس اقسم بالله كانت طعمها تحفه ما شاء الله جميله. وجربيها وهتعجبك وبألف هنا وشفا. بصي هو الاكل عموما محتاج نظافه ونفس وانك يعني ايه تعمليه وانت حابه كده، يعني تعمليه هيطلع حلو اصلا ان شاء الله. إيه، ممكن حاجه تكلفيها كتير وتحسي ان طعمها مش حلو. انا هنا اللي كان ناقص بس اللي هي ان انا ما جبتش الجبنه. بس والله عايزه اقول لك والله العظيم ما كان باين في طعمها اي حاجه، ما كانش باين ان انا ما حطيتش عليها جبنه ولا اي حاجه خالص. كان ما شاء الله طعمها حلو. اهو بصي كده انا يعني انا بصي مغطياها اهي بشاميل، بس انا بحب سمك البشاميل يبقى عالي شويه. وعلى فكره لما تبرد يعني احنا للاسف ايه، يعني انا بحب يعني بنعملها وساعات بقطعها وهي سخنه تتهق، يعني بتبقى بقى ايه قطعه مش بقطعتها كده. بس الاحلى والاحلى لما بتبرد خالص بتبقى طعمها تحفه، إيه احلى من ان هي سخنه. معليكي كمان ان هي تطلع قطعه، لا هتبقى كمان جميله. إيه حطيتها بقى في الفرن، ولعته من الفرن من تحت. ولما المفروض تحمر بروح مش بحطها على الصاج على طول، بحطها على اللي هي الشبكه. إيه اما بتحمر من فوق بروح مطفيه بقى. وكالعاده بقى بغسل البوتاجاز برضو وانا مشغله الفرن، عشان خاطر اول حاجه اي حاجه بتلزق فيه تبقى بتطلع بسهوله، وبينشف معايا بسرعه ايه اما اجي امسحه كده. بصي الحاجات دي ما شاء الله لما تبقى ايدك فيها مش بتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وكمان ما شاء الله بتبقى حافظي عليها يعني تبقى دايما نظيفه.
بس هنا كده خلاص خلصته. إيه وعايزه اقولك البتاع اللي بمسح بيها اللي كنت قايله عليها قبل كده دي، اللي هي البديل بتاع المساحه اللي بتتعصر، ما شاء الله تحفه. بصي ولا سابت اي وبره ولا اي حاجه، ما شاء الله. بس كده. إيه وبعمل بقى البوتاجاز برضو الازاز وهو شغال، هو المفروض غلط عشان ما تجيبش على الازاز ميه، بس انا يعني ببقى عصرها كويس، وكمان عشان ببقى مسحاه من فوق، فبتبقى هي اللي بمسح بيها بذات نفسها بتبقى دافيه، فبمسح الازاز من جوه من بره. بصي بقى، يعني انا كنت محافظه ان انا ما بهدلش حاجات، بس ده اللي بهدلته. بس كده، وانا محافظه كمان اللي هي مثلا المصفى، عشان كنت مصفيه فيها المضرب الحاجه اللي كنت حاطه فيها الفراخ القطاع يعني كده. لكن انا مش بحب ان انا يعني ابهدل الدنيا حواليا، بحب اخلص الاكل ومثلا احطه في الفرن او على البوتاجاز يتسوى، وفي ثواني اخلص اي حاجه بهدلتها في المطبخ. بحب اول حاجات الاستانلس دي. معرفش، بحب يعني استخدمها احسن من البلاستيك بقى، واحسن من الازاز ولا اي حاجه. ما شاء الله عمليه، وفي نفس الوقت بحس بنظافه كده. والقطاعه بغسلها برضو كويس، وانا بحب اشطف الميه قصدي بشطف المواعين بميه دافيه، يعني بحب ابقى مشغله الميه الدافيه اللي هي لا سخنه ولا ساقعه، زي كأني بعقمها يعني. ده لو طبعا المية السخنة ساعتها بتبقى موجودة، ساعات بنسى اشغل السخان بقى عادي بقى مية ساقعة عادي. انتي مهم تشطفيها كويس بعد الصابون والحاجات دي. او بصي البولات دي كنت جايبة الاحجام بتاعتها، ما شاء الله عملية وتعيش معاكي ونضيفة في استخدامها، احسن من البلاستيك خالص. يا ربي يكون الفيديوهات دي بتعجبكم. لو وصلتي معايا لحد هنا من الفيديو، اشتركي في القناة مش مشتركة، وفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك اي حاجة انزلها. إيه وعايزة اقولك دايما دايما والله حاجة بعملها، وانتي بتغسلي مواعين وانتي كده اقعدي ادعي كتير، ادعي كتير بكل حاجة انتي عايزاها، ادعي ادعي يعني. بصي وانتي بتروقي وانتي بتغسلي مواعين، كل حاجة نفسك فيها ادعي بيها، يعني ما تزهقيش. بتلاقي دايما ربنا والله بيديكي الحاجة اللي انت عايزاها ودايما تتمني لخيرك لغيرك الخير. إيه، بتلاقي سبحان الله ربنا بيديك الخير اللي انت تمنيتيه لغيرك. ف... فدي طبعا حاجة كويسة جدا انك وتدعي. يعني انا بحب قوي اشوف حد ماشي في الشارع ادعي له، مش عارفة دي حاجة جوايا، يعني انا بحس ان هم بيصعبوا عليا. الحمد لله احنا في نعم كتير، يمكن غيرنا مش يعني مش حاسس بيها، بس والله احنا في نعم كتير، الحمد لله. بصي بقى المطرح مكان ما غليت المكرونه وكده سويتها، الحله عايزه اقولك انا عندي تيفال، بس انا بحب الالموني. عندي تيفال عشان متجوزه ما شاء الله من 13 سنه، فما كان هو ساعتها اللي طالع، كانش فيه جرانيت والكلام ده. بس بقى انا بحب الالمونيا في استخدامها يعني. هي بس مقرفه شويه في انك لازم تدعكيها جامد وكده. وبصي شطفت بقى الوراك عشان كنت نقعاها عشان اشيلها. الوراك دي كنت انا عاملاها قبل كده، بس كنت انا عاملاها يعني في يوم تاني، في فيديو تاني كنت نزلته قبل ده. يعني شلتها عشان انا قعدتها مده كبيره، بحب اعملها انقعها مده كبيره و... وكمان عشان افضي بقى الحوض ومبقاش ورايا حاجه خالص. خلاص هي المكرونه تستوي اكل وخلاص كده، الحمد لله مبقاش في حاجه الا الطبقين اللي احنا بناكله فيهم وخلاص. والمساحه دي ما شاء الله عليها جميله جدا.
بتخليكيش حاجه رخام. يعني اي حبه ميه اي حاجه ما شاء الله جميله. كنت مخليه برضو حته ان انا اعمل بيها حته زي المساحه بتاعه المساحه دي، برضو جميله جدا، بس في الرخامه المساحه احلى. هنا بقى بتلمعيه برضو بالسلكه اللي هي الناعمه العاديه، ما شاء الله بتخليها بتبرق. بس انا الحله ديت من يوم ما استخدمتها انا مش عارفه ليه الحله دي بالذات او ممكن واحده تانية فيها نقط كده ما بتطلعش خالص، يعني مهما تغسلي فيها من جوه بتلمع لكن ما تطلعش. يعني تلاقيها بتبرق كده من جوه لكن النقط دي ما تطلعش. فمش عارفه بقى هي دي كان عيب في الحلتين دول ولا ايه. بصي، واي بقى ليمون تستخدميه يعني عصرتيه كده قبل ما ترميه ادعكي بيه ايديكي، سيبيه دقيقتين كده وتروحي بقى ايه شاطفه ايديكي، ما شاء الله جميل جدا. اي يعني انت كده كده هترميه، فانت دعكي بيه ايديكي كده حلو للضوافر وما شاء الله بيبيض الايد وينعمها. انتوا عارفين بقى فوائد الليمون ما شاء الله. انا احب استفاد يعني بكل حاجه، لا دام كده كده ايه يعني خلاص مش هستخدمها تاني خلاص. بصي ما شاء الله السلك اللي هو القديم بتاع زمان ده غير الاستانلس بقى، خلي الحاجه ما شاء الله تلمع. انا ممكن استخدمها مرتين تلاتة كده اعملها بالستانلس، بس لما احس بقى خلاص ان هي ايه ما بقتش خلاص اللمعه بتاعتها انطفت اروح بقى اجيب استخدم السلك اللي هو التاني. ما بحبوش بس عشان بيصدي يعني انا لو سبته حتى لتاني يوم بلاقيه بقى ايه معلم في الحوض، لو في حته مثلا الميه بتاعته جت في الحوض مش عارفه ايه كده. بصي انا بعملها كده تقعدي بس تقلي ايدك وانتي بتدعكي هتلاقيها ما شاء الله بتلمع. بس دلوقتي عموما بقى يعني ما عادش بقى في الالومنيوم والحاجات دي، او مش ما عادش الناس ما بقتش تحب تستخدمه. بس والله احلى اكل تقديم الالومنيوم يعني انا بحبه احسن من اي حاجه تانية. بس الحاجه التانية اللي هي الجرانيت والسيراميك والحاجات دي هي مريحه قوي في الاستخدام. بس انا بحس يعني بحب الالومنيوم وبحب غسيله. هو متعب غسيله بس انا بحب غسيل الالومنيوم. بصي ما شاء الله بتلمع. النقط اللي جوه دي بتطلعش بقى خالص، نقط رصاصي كده. وبصي الحوض عشان احنا كنت غسلاه قبليها ما شاء الله يعني مش متبهدل، وهغسله دلوقتي بس مش متبهدل. وبتغسلي بقى اي حاجه حوالين بقى الحوض اللي هي الازازه اللي فيها الصابون وكده. بحب الميه يعني بحب اغسل اي حاجه قدامي، بحس بنظافه كده وانتعاش يعني. المنظر مريح، منظر الحوض وهو فاضي مريح جدا. وهنا الصينيه خلصت.